برنامج المقالب الشهير اللي بيقدمه رامز جلال كل سنة، تقريبا دلوقتي دي السنة ال11. بيقدم فيها برامج مقالب كل سنة بمقلب مختلف عن السنة اللي قبلها، وبيستضيف نجوم الفن والرياضة، مشاهير مصريين وعرب وأحيانا عالميين. بعض الضيوف اللي استضافهم رامز جلال وعمل فيهم مقلب تم استضافتهم في برامج تانية، وسألوهم: هل بالفعل كنت عارف إن ده مقلب، ولا ما كنتش تعرف إن ده رامز جلال وإنت بيتعمل فيك مقلب؟ طيب، نسمع ونشوف مع بعض رد بعض الضيوف اللي عمل فيهم رامز جلال مقلبه. وأول حد هيرد على السؤال ده هي الفنانة علا غانم. جاوب على السؤال ده المخرجة المشهورة إيناس الدغيدي، وبرضه هيجاوب عليه المغني أبو الليف، ودي إجابة الفنانة سهير رمزي. مطرب عبد الباسط حمودة، ده الكلام ده برضه الفنان أحمد راتب. أما الفنان باسم سمرة فقال، وبرضه نجم بوليود الفنان شاه رخ خان قال إنه كان عنده علم بالمقلب ومتفق عليه من الأول. وعلى العكس برضه، في بعض الضيوف اللي استضافهم رامز جلال قالوا إنهم كانوا مش عارفين إن ده مقلب من مقالب رامز جلال، والبعض قال إنهم كانوا عارفين إن ده برنامج مقلب من رامز جلال، بس ما كانوش عارفين طبيعة المقلب ولا إمتى هيتعمل فيهم.